كنا عملنا في القناه التانيه ترند على ايه؟ مشاهير الحاليين اللي بيشجعوا الاهلي واللي بيشجعوا الزمالك. طيب مشاهير زمان بقى في قناتنا هنا اللي كانوا بيشجعوا الاهلي وبيشجعوا الزمالك مين؟ متنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. من مشاهير زمان اللي كانوا بيشجعوا النادي الاهلي عندنا فريد شوقي وحش الشاشه، كان معروف بتعصبه الشديد جدا للنادي الاهلي، وكان يقول لك لو انت مش اهلاوي ما تدخلش بيتي. اساسا كان متعصب جدا للنادي الاهلي، مستحيل يعني يقبل التريقه والهزار بتاع الزملكاويه. عندنا بعدها عمر الشريف، فنان العالمي عمر الشريف كان من كبار مشجعي النادي الاهلي، واصلا كان صديق شخصي للمايسترو صالح سليم، من اقرب اصدقائه. ده هياخدنا لحاجه تانية كمان، ان احمد رمزي كان برضه بيرتبط بنفس الصداقه مع صالح سليم، وكان بالتالي بيشجع الاهلي برضه. عمر الشريف بيقول ان صالح سليم واحمد رمزي وهو كعمر الشريف يعني كانوا بياخدوا زوجاتهم الثلاثه ويروحوا يلعبوا كوتشينه، فريق للرجاله فريق للسيدات، فصداقه على مستوى قريب جدا، فاكيد طبعا اهلاويه. من الممثلات بقى عندنا سعاد حسني، كانت طبعا ليها صوره شهيره جدا بالتيشيرت بتاع الخطيب، وعملنا حلقه كامله عنه التيشيرت ده اللي عليه صوره محمود الخطيب. وكان ليه حلقه تانية ان هو اتباع في مزاد بعد وفاتها، باعتباره ان احد التيشيرتات اللي ظهرت بيها في مسلسل هو وهي. عندنا شاديه الدلوعه زي ما بيسموها، صرحت بانها مولوده اهلاويه، يعني من كبار مشجعين النادي الاهلي. عندنا كمان عبد الحليم حافظ الى عندليب الاسمر، ورغم ان طبعا في تضارب كبير قوي حول انتمائه، لان طبعا ده موضوع عبد الحليم كان بيخاف جدا من جمهوره وبيخاف عليهم برضه، يعني لا يتضايقوا منه ولا حاجه. موضوع ان هو الارتباط ده اخفاه او ما ارتبطش اصلا ده كان بسببهم، وموضوع ان هو زملكاوي او اهلاوي كان دايما ما بيتكلمش فيه، رغم معروف يعني. وجبت لك صوره ليه قبل كده في سهرات الفنانين ان هو كان بيتريق على خساره نادي الزمالك، كانوا خسرانين 3 تقريبا، وكان بيغيظ احد المخرجين اعتقد عز الدين ذو الفقار بالموضوع ده. لا، هم احد ابناء ذو الفقار، لكن عز الدين ذو الفقار ما عرفش انتمائه ايه، لان فاتن حمامه نفسها اهلاويه، كانت متجوزه عز الدين ذو الفقار. فهل عيله ذو الفقار اغلبها زملكاويه؟ ده اللي انا اعرفه، وشفت لهم صور كتير جدا في ماتشات للزمالك بالمناسبه. ويعني فاتن حمامه اهلاويه ده اكيد. صلاح السعدني من كبار مشجعي النادي الاهلي رحمه الله عليه برضه، وكذلك عزت العلايلي. عندنا برضه من المشاهير الاهلاويه جدا تحية كاريوكا، وطبعا هند رستم من يعني الناس اللي بتشجع النادي الاهلي. عندنا نجاة الصغيره اخت سعاد حسني، شريفه فاضل، وداد حمدي، وناديه لطفي. ناديه لطفي برضه من مشجعين النادي الاهلي المشهورين جدا. عندنا الشاعر صلاح جاهين من ابرز الشعراء اللي يعني تعرف عنهم انهم بيشجعوا النادي الاهلي، ده شاعر قديم جدا. وعندنا الشاعر التاني برضو الخال عبد الرحمن الابنودي. كمان الكاتب انيس منصور برضو اتعرف بانتمائه للنادي الاهلي وتشجيعه للنادي الاهلي. فنانين كتير جدا اهلاويه، فنانين كتير طبعا كانوا بيخافوا يقولوا انتماءاتهم ايه، زي سمر غانم طبعا ما يحبش ابدا يقول الانتماءات بتاعته. عندنا محمد صبحي اعتقد ان هو اهلاوي. عادل امام قبل كده قلنا برضو ان هو كان اهلاوي بالعند، لكن هو كان زملكاوي اصلا، لكن لما اختلف مع مرتضى منصور اعلن انتمائه للاهلي فتره، ولكن هو كان بالعند، واعتقد ان هو من كبار مشجعي الزمالك برضه. عندنا من مشجعين برضه النادي الاهلي الفنان محمود عبد العزيز، برضه من الناس اللي كانت يعني بتأيد الاهلي جدا. ويعني على النقيض طبعا بقى نلاقي في الحلقه الثانيه اللي بتتكلم عن الزمالك الان نور الشريف، طبعا كان بيلعب في الزمالك اصلا. فيعني خلينا للحلقه الجايه اللي هنتكلم فيها عن مشجعين الزمالك، ودي حلقتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وتشوف حلقات بقى اللي بيشجعوا الاهلي والزمالك في الفتره الحاليه من المشاهير في القناه التانيه، قناه ترند عليها. سيب لك اللينك بتاعها اسفل الوصف.